السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخ مرام. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد واقتراح جديد كما كتشاهدوا معايا. غادي نشارك معكم صينيه ديال الحوت في الفران كتجي اكثر من رائعه. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير، طبعا فضلا وليس امرا، باش تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله، ندوزو مباشره للوصفه. كنحتاجو في الوصفه ديالنا كما كتلاحظوا عندي هنا الحوت اي السمك اللي غسلته ونظفتو مزيان، خويت له الراس ديالو من الداخل كما كتلاحظوا، درتو فوق ورق النشاف. انا استعملت هذه النوعيه ديال الباجو، نتوما ديروا النوعيه كانت عندكم متوفره. عندي حبه ديال الفلفل اخضر، جوج حبات طماطم حامضه، وعندي كميه البطاطس اللي قطعتها دوائر وسلقتها نص سلقه. عندي حامضه معصره، نص كاس ديال الزيت. للتوابل كنحتاج قليل الخرقوم، قليل الهريسه غبره، الملح حسب الذوق، الكمون والتحميره، الزعتر اوراق سيدنا موسى، معلقه كبيره د مركز الطماطم، معلقه كبيره د المطار، القزبور ومعدنوس، بصله صغيره محكوكه، وواحد 4 الفصوص ديال الثوم ايضا محكوكين او 5. ندوزو للطريقه ديال التحضير. هنا غادي ناخذ داك البصله الصغيره اللي حكيتها مع الثوم ايضا اللي محكوكه وداك القزبور ومعدنوس كما كتلاحظوا. كما عندي زلافه صغيره مخلطه، 4 الفصوص حتى ل5 الثومه محكوكين، وكنأكد على بصله صغيره محكوكه، معلقه كبيره د المطارد كتعطي واحد المذاق رائع للحوت ديالنا. غادي نضيف معلقه كبيره التحميره اي البابريكا، ومعلقه معمرش ديال الكمون. هو مزيان ولكن ما تكثروش منه كثر من القياس باش ما يجيش معكم مر. الملح حسب الذوق، وغادي نضيف القليل د الخرقوم باش يعطينا اللون فقط مذهب للحوت ديالنا، يمكن لكم تستغناو عليه. غنضيف القليل ديال الهريسه غبره، يمكن لكم تعوضوها بالهريسه الا كانت عندكم داك الهريسه معجونه. انا ما كانتش متوفره عندي. غادي نضيف القليل الزعتر، كما كتشوفوا واحد الحكه الزعتر حتى هي كتعطي مذاق رائع للحوت. واوراق سيدنا موسى حد 3 صال نحتفظ بهم من بعد وغادي نضيفهم. غادي نضيف الحامض اللي معصر، كما كتعرفوا الحوت هو الحامض. غادي نخلط هاد المكونات كاملين باش غادي نشرملو الحوت ديالنا، وكذلك غادي نشرملو الخضر اللي عندنا. غادي نضيف القليل ديال الماء باش غادي تخلط معايا هاد التوابل، وقبل غادي نضيف معلقه كبيره د مركز الطماطم. صدقوني هاد الشرموله كتجي اكثر من رائعه بالاضافات اللي ضفنا لها ديال البصله ديال الزعتر والموطارد، كتجي ولا اروع. هانتوما لاحظوا معايا غادي نضيف القليل ديال الماء فقط باش تسال عليا هاد التوابل تخلط وتندمج. صافي غادي نقص كميه كما قلت لكم باش غادي نخلط او نشرمل الخضر اللي عندي، وكميه غادي نخليها باش نشرمل الحوت. هنا الحوت ديالي كما قلت لكم ضروري اننا نشفو، خاصو يكون ناشف مزيان. وضعت له هاد الفتحات من الفوق باش غادي ندخل التشرموله. وكما قلت لكم هنايا الراس خاصنا نقيوه مزيان، نخويو داك النغانغ ونقيو الحوت ديالنا مزيان. قطعت له داك الشوك اللي كيكون من الفوق او داك الزعنف بالمقص، وكذلك من الاسفل كما كتلاحظوا. المهم كلشي كيعرف التنقيه ديال الحوت. اهم حاجه اننا خصنا نخويو الراس مزيان، خصو يتخوى ويتغسل. هنا راه فتحته حتى كما كتلاحظوا بالموس باش ندخل التوابل مزيان. وتا داك الراس كنشرملوه، كنخليوه داك الراس باش كيعطينا المنظر فقط الحوت ديالنا. وضعته جانبا بعد ما شرملته. وغادي ناخذ البطاطس اللي سلقتها السلقه كما كتلاحظوا بالملحه واوراق سيدنا موسى، احتفظت بهم باش نوريكم انهم كيعطيو واحد المذاق رائع البطاطا. داك التشرموله كذلك غادي نقص منها باش نشرمل البطاطا، واللي تبقى نشرمل به المطيشه والفلفله. هنا كنسلقوها نص سلقه باش كطيب معنا بسرعه، ما كيشدش معنا الوقت نهائيا. هاد الحوت في الفران كما كتعرفوا الحوت راه كيوجد بسرعه، والبطاطا الا درناها بلا سلق راه كتشد وقت اطول، والحوت الا خليناه في الفران بزاف راه كينشف معنا. ضروري كنسلقوا هذاك نص سلقه باش ما كيشدش الوقت. غادي نخليها كذلك جانبا بعد ما شرملتها. وغادي ناخذ داك حبات الفلفله. انا هادو هما الكميه اللي استعملت، نتوما يمكن لكم تضاعفوا او تنقصوا على حسب عدد الافراد الاسره ديالكم. غادي ناخذ داك الفلفله ونقطعها دوائر بهذا الشكل. انا اكتفيت فقط بوحده. وكما كتعرفوا الحوت كيتواتى معاه الفلفل، ويمكن لكم ديروا اي نوع د الخضر كتفضلوا، يمكن لكم ديروا خيزو او الدنجال، يعني حتى هما كيتواتاو مع الحوت. كذلك غادي ناخذ الطماطم وغادي نقطعها للشرائح بهذا الشكل هذا. يمكن لكم انكم تحكوا المطيشه وديروا الحوت ديالكم بلا صوص وتستغناو على البطاطا، المهم كيبقى لكم الاختيار. انا شاركتها معكم بهذه الطريقه هذه وجات اكثر من رائعه. صافي غادي نستمر حتى نكمل كامل الكميه ديال البطاطس اللي عندي. غادي نوضعها في الصينيه ديال الفرن اللي غادي ندخلها للفران، وغادي نضيف لها الشرموله اللي تبقات لي. كنشرملوها مزيان كما كتلاحظوا باش كلشي كياخذ لنا داك المذاق
والتوابل اللي ضفناهم. صافي وكنقادها في الاسفل ديال الصينيه. صافي وغادي نقاد البطاطا حتى هي بهذا الشكل هذا. نتوما يمكن لكم ديروا اي مول عندكم متوفر. صافي غادي ناخذ الحوت ديالي. انا خديت هذه الكميه كما قلت لكم، هذه النوعيه، وانتم على حسب عدد الافراد الاسره ديالكم، وهذه الطريقه ديروها لاي نوع ديال الحوت كان عندكم متوفر. كذلك الفلفله حتى هي درت لها التشرموله، وغادي نوضعها في الجوانب. والتزيين كيبقى لكم الاختيار كما قلت لكم، الخضر اللي كانت عندكم متوفره كتضيفوها، اللي كتكون كتواتى مع الحوت. صافي غادي نقادها كما كتلاحظوا بهذا الشكل هذا. وغادي ناخذ شرائح ديال الحامض اللي غادي نوضعهم من الفوق. انا من بعد كما تلاحظوا غادي نحيدهم من الفوق، غادي نوضعهم في القلب ديال الحوته من الداخل باش يطلقوا لنا داك المذاق ويجي الحوت ديالنا منسم. وانتم تزيين من الاختيار ديالكم. هنا غادي ناخذ الزيت. قبل ما غادي نضيف الزيت كما قلت لكم، يمكن لكم ديروا خليط ديال زيت الزيتون والزيت العاديه. انا اكتفيت فقط بالزيت العاديه اللي كانت متوفره عندي. ولا كان عندكم زيت الزيتون راه كيتواتى مع الحوت. هنايا داك التشرموله اللي تبقات لي ضفت لها تقريبا واحد نص كاس ما واصلش ديال الماء او ربع كاس. صافي وغادي نضيفوا الصينيه ديالنا اللي غادي ندخلوها الفران، وغادي نصب داك الزيت من الفوق. ديروا يعني كميه بزايد ديال الزيت، ما تخافوش منه. صافي داك اوراق سيدنا موسى غادي نضيفها باش كيجي الحوت ديالنا منسم، والصراحه كتعطي واحد المذاق رائع لهاد الحوت هذا. صافي غادي نغطي ها انتم كما كتلاحظوا كما قلت لكم، غادي نحيد داك الحامض ونديروه في الوسط. صافي كتاخذوا الصينيه ديال الفرن ديالكم وكتغطيوها بورق الطاي وكذلك بورق الالومنيوم من الفوق، كتحكموا الاغلاق ديالها مزيان. صافي الفران في هذا الاثناء كيكون مشعول. خاصنا نسخنوا الفران مزيان لان الحوت راه ما كياخذش الطياب. البطاطا عندنا مسلوقه نص سلقه. صافي ونخليوه حتى يطيب. من بعد كنعريو على ورق الطهي وورق الالومنيوم باش نخليو الحوت ديالنا يتحمر من الفوق. هانتوما كما كتلاحظوا الشكل النهائي ديالو من بعد ما خرجته. زينته بالزيتون اللي كان عندي متوفر احمر، يمكن لكم ديروا الاخضر، والفلفل الحار كما كتلاحظوا. ورافقته كذلك بالرز المرافق اللي كيرافقوا به الحوت والدجاج. انا درت الرز مع الفلفله الحمراء والبصله والثومه، جاء اكثر من رائع. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصينيه ديال الحوت ديالنا في الفران، كتجي اكثر من رائعه. نتمنى انكم تجربوها بالطريقه اللي شاركت معكم وبالتوابل اللي ذكرت معكم. ولا عجبكم الفيديو وعجبكم الحوت، ما تنساوناش من اللايك الى شفتوا هذا الفيديو كيستحق اكثر عدد من اللايكات، والبارطاج مع الاهل والاحباب فضلا وليس امرا باش تعم الفائده. اخواتي لو وصلتوا حتى لهنا وما نسيتوا اللايك، ما تنساوناش انكم ديروا اللايك كما قلت لكم. والاخوات اللي انضموا جداد للقناه ما تنساوش الضغط على الزر الاحمر باش توصلوا بكل هو جديد. كما كنقول لكم دائما فضلا وليس امرا. هنا غادي نهز معكم كما كتلاحظوا باش تشوفوا البطاطا ديالنا والحوت كيجي اكثر من رائع، وداك المرق كيجي حتى هو بنين. هانتوما شوفوا الشكل ديالها، الصراحه لا الشكل لا المذاق. الحوت كيجي طايب من الداخل، البطاطا كذلك، وداك الزعتر والبصله اللي كنضيفو كيعطي واحد المذاق هائل. نتمنى كما قلت لكم تجربوها وتردوا علينا في التعاليق كي جاكم بالنسبه للاخوات اللي جربوها. كما كتعرفوا كنشارك معكم وصفات اللي ناجحه وفي متناول الجميع. هانتوما حتى البطاطا طايبه. الحوت من الاحسن ما تخليوهش يجلس في الفران بزاف. وبالصحه والراحه، الى فيديو قادم ان شاء الله.